في قلب بغداد في القرن التاسع الميلادي ظهر عالم غير طريقة تفكير البشر للأبد. أسس علوم الحاسب والجبر وابتكر الأساليب اللي خلت أوروبا متقدمة دلوقتي. الراجل ده هو أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة من سلسلة من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة. هدفنا إن احنا نكشف إزاي العرب أسسوا علوم ومبادئ العالم المعاصر، ونتعرف على العلماء اللي وضعوا أسس التكنولوجيا والرياضيات والذكاء الاصطناعي من آلاف السنين. الخوارزمي ما كانش مجرد عالم رياضيات، لكنه كان رائد في تنظيم التفكير وحل المشكلات. اخترع الجبر والخوارزميات، وابتكر الأسلوب اللي مكن العالم كله من استخدام الأرقام الهندية والصفر بالطريقة اللي بنعرفها دلوقتي. الخوارزمي عاش في بغداد واشتغل في بيت الحكمة، وده كان أكبر مركز علمي وتجاري في العالم وقتها، وكان بيتجمع فيه كل علماء العالم عشان يترجموا الكتب من اليونانية والهندية والفارسية ويدرسوها ويطوروها. الخوارزمي كان عالم رياضيات، مش بس كده، ده كان عالم فلك وجغرافيا وفيلسوف طبي وعالم حساب. كتب مؤلفات كتير جدا ساعدت على تحويل العالم من أسلوب عشوائي في الحساب لأسلوب علمي منطقي ومنظم. من أهم إسهاماته كتابه الشهير الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، وده الكتاب اللي أسس عليه علم الجبر لأول مرة. الجبر عنده مش مجرد عمليات حسابية، لكنه طريقة بنقدر نفهم بيها العلاقات بين الأرقام وحل المعادلات اللي فيها مجهول. يعني لو عندك مثلا في رقم مجهول أو مش معروف في مسألة رياضية، الجبر بيعلمك إزاي تقدر توصله خطوة خطوة وبطريقة منظمة. الخوارزمي فصل المعادلات لنوعين رئيسيين، المعادلات التربيعية والمعادلات الخطية، وحط لها قواعد واضحة للحل. وفي الوقت ده ما كانش فيه أي رموز، يعني ما كانش فيه سين وصاد وإكس وواي وزيرو، كل ده ما كانش موجود، كله كان بيتكتب بالكلمات. الغرب بعدين أخدوه وترجموه وادوله الرموز بأرقام وحروف، وابتكروا الألجبرا أو الجبر اللي احنا عارفينه دلوقتي. ومع الجبر الخوارزمي فتح الباب للرياضيات الحديثة والفيزياء والهندسة، حتى كمان الاقتصاد والعلوم المالية. وكل ده بدأ من تنظيم الأفكار وطريقة التفكير المنطقي اللي اخترعها الخوارزمي. كمان من أهم إبداعاته الخوارزميات اللي هي الألجوريزم، ودي جاية من اسمه. والخوارزمية هي ببساطة طريقة حل المشكلة خطوة بخطوة، واللي بنستخدمها دلوقتي في كل الأجهزة الرقمية والذكاء الاصطناعي ومحركات البحث المختلفة. الطريقة اللي حطها الخوارزمي علم بيها العالم كله التفكير بشكل منطقي ومتسلسل عشان نقدر نحل أي مشكلة مهما كانت معقدة. الخوارزمي لعب دور كبير جدا في نقل الأرقام الهندية للعالم. الأرقام اللي عارفينها دلوقتي اللي هي من 0 ل9، واللي كانت أهم خطوة في التاريخ، لأن قبلها العالم كله كان بيتعامل بالأرقام الرومانية، والأرقام الرومانية دي صعبة جدا في الجمع والضرب والقسمة. وهو اللي ترجم الأرقام الهندية وضاف لها الصفر كمفهوم رياضي، وده اللي مكن العالم كله بعد كده إن هو يقدر يعمل حسابات معقدة في وقت قصير. حتى الفلك والجغرافيا والخرايط كلها معتمدة على طرقه الحسابية. المعلومات دي اتنقلت بعد كده لأوروبا بعد الترجمة للاتيني، وأصبحت أساس للرياضيات الغربية. بمعنى إن كل العلوم الحسابية والمنطقية اللي بنشوفها دلوقتي في كل المجالات العلمية الحديثة متأثرة بشكل مباشر بأفكار الخوارزمي. مهم إننا نفهم إن كل خطوة من خطواته غيرت طريقة تفكير البشر وخلت العالم على الصورة اللي احنا فيها دلوقتي. مهما اتكلمنا ده جزء بسيط جدا من عبقريته اللي قدر بيها ان هو يدمج بين الحساب والمنطق والتفكير العلمي والابتكار، وده كله بطريقة مبهرة. الخوارزمي فعليا علم العالم ازاي يحسب ويخطط ويحل مشاكل معقدة، وكل ده من اكتر من 1000 سنة، وعشان كده اثره حاضر لغاية دلوقتي. لما تيجوا تبصوا لأي أرقام حواليكوا أو أي برنامج بتستخدموه أو خطوة حسابية، لازم تعرفوا إن كل ده بدأ بفكر عربي قديم ومبدع لعالم اسمه الخوارزمي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله قريب.